يا ناصر وعبد الله بداياتكم مع مين؟ ليش ما مشيت؟ قلت لما صار عندكم قرش نسيتوا اخوكم، كان كلمه تعور القلب. ولا حياة لمن تنادي، واحيانا ينتقدونك بس تحس انه باب الغيره. صار الفن هنا مدري شلون خبيصه، طاش مطاش وشباب بوم. ولا في مقارنه. الابطال حقهم ما معروفين، المخرج يبغى البقره والثري يمثلون. اطلع لقلبي احيانا يقول لك انت مغرور، انا ماني مغرور. خاد منقح استقرب لك رقيه، لو سكت حيتمادون. عندك زوجتين؟ لا 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 لا، هذا سر ولا؟ انت اعطيت كلمه تحملها. الاعلاميه حليمه بولند قالوا انها زوجتي وما زوجتي. طيب انا ايش دخل امي مشاكل مع زوجتي؟ متى صرت على الهامش؟ أنا كنت ولد ناصر، وين من طاش العودة؟ قلت وصلنا مرحله نبيع سياراتنا عشان نشتغل. ما كان معنا ولا ريال. فيقول ناصر انا عارف ان اللي ورايا هو اللي ماكل الجو، ما يبغاك تطلع عنه. يلا نفسي. يلا نفسي. عبد الله سدحان لما يمثل ولده تركي لازم نتوسط ولازم نطلبه ولازم نشوف له دور مناسب. قسم بالله العظيم ورطنا، خلنا ساكتين بس. يشهد الله ما وصلكم الا الحقيقه.